على مواقع التواصل الاجتماعي لصبي اسمه نور، وهو يتعرض للضرب والإهانة داخل سيارة بعد أن قيل إنه تعرض للخطف على يد جماعة مسلحة في منطقة المنصور. نور عرف من خلال منصة التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي ينشرها والتي يعتبرها البعض مثيرة للجدل. المزيد من التفاصيل في تقرير ميناس السهيل. انتشرت له فيديوهات من أماكن مختلفة في بغداد، كان مثار جدل واسع بسبب ملابسه واسلوب كلامه الذي اعتبره البعض مستفزا، حتى إنه اتهم بميول جنسية مثلية. نور بي كما يعرف ظهر داخل سيارة ويحيطه أشخاص اختطفوه من منطقة المنصور غربي بغداد، واتجهوا به إلى جهة مجهولة وأبرحوه ضربا وحلقوا شعره، وتعمدوا على إظهاره بهذا الفيديو وهو حليق الرأس ويتعرض للضرب والإهانة، فيما يسمع صوت شخص إلى جانب الخاطفين وهو يقول إنه يعرفه وكان يراه بشكل مستمر في داخل أحد المولات وإلى جانبه بنات. وبحسب معلومات حصلنا عليها من قبل مقربين من نور بي فإن نور وبسبب الضرب المبرح الذي تعرض له نقل إلى المستشفى وخرج بوقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما أكد آخرون إنه ينوي مغادرة بغداد والتوجه إلى محافظة أربيل للبحث عن الأمن بعدما تعرض لتهديدات بالقتل في حال بقائه، وإنه ينوي اللجوء إلى دولة أوروبية شأنه شأن الكثيرين ممن تعرضوا إلى نفس ما تعرض له من إهانات وضرب وتهديد بالتصفية الجسدية. صار لم ننجح في الحديث إلى نور أو أحد من أهله الذين يسكنون في هذه الشقة، فيما لم تفتح السلطات الأمنية أي تحقيق حول ما تعرض له نور بي من اعتداء من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. لشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. ويبقى معنا ميناس السهيل. ميناس، يعني هل ما تعرض له نور بسبب هذه الفيديوهات، ولم نسمع أي تعليق من قبل أهل نور على ما جرى ربما من يعني من ضرب لابنهم؟ نعم، يعني عائلة نور تعيش الآن في أجواء رعب. قبل قليل نجحت بالاتصال مع نور، كان خائف وهو يستعد لترك بغداد. قال إنه هذا هو الخيار الوحيد، لأن المجموعة التي اختطفته يعني صورته في حالات معينة، ويخشى أن تتسبب هذه اللقطات إذا تم بثها في منصات التواصل الاجتماعي تؤدي به إلى مصير يعني مصير آخرين قبل فترة يعني تعرضوا إلى القتل بسبب نشر بعض الفيديوهات. هذه نقطة. النقطة الأخرى، عائلة نور يعني تحاول يعني الحفاظ على ولدها من أي تهديدات أخرى، وهو الآن يعني كما قال لي في اتصالي قبل دقائق أنه في وضع صعب، وهو يعني فقط أنه يفكر بترك بغداد من أجل الحفاظ على نفسه. هذه نقطة. فقط بيان الإشارة أنه هذه المجموعة أو هذه المجموعة التي اختطفت نور يعني لوحظ خلال الساعات القليلة الماضية أنه نفس الحالة تعرضت لها بعض الشابات في مناطق شارع فلسطين وزيونة والغدير ومناطق أخرى في بغداد. الشابات اللواتي يعملن في كوفي شوبات أيضا تم خطفهن وحلاقة شعرهن وتهديدهن، ولم ننجح في الحديث إلى الشابات بسبب الوضع الاجتماعي وحالة التهديد. وهذه المجموعات لأول مرة تقوم بخطف شاب من يعني كنور، وظهر في الفيديو هو تعرض للضرب ونقل للمستشفى وتم حلق شعره.
ذكرت بناس بأن نور في هذه اللحظات تتعرض إلى تهديدات، نوع هذه التهديدات وعلى من يشكل نور هذا الخطر الكبير من وجهة نظر ذويه على الأقل؟ المجموعة التي خطفته كانت يعني قد قالت له أنه جميع الملابس التي يرتديها، طريقة كلامه، الأوشام التي في مناطق من جسمه هي مخالفة للشرع وللدين، وعليه أن يكون منضبط شرعيا. يبدو أن هذه المجموعة هي مجموعة يعني نصبت من نفسها من أجل ملاحقة الشابات والشباب على شاكلة نور، ممن الذين يرتدون الملابس ويستغلون منصات التواصل الاجتماعي لبث بعض الأفكار والأمور التي يعني تعتبر لدى هذه المجموعات هي مخالفة للضوابط الشرعية معينة. فهو نوع التهديدات بأنه نور قد تجاوز بعض الحدود بهذه الفيديوهات وبعض الملابس والأوشام التي على جسده. هذه الحالات ميناس فقط حصلت في منطقة المنصور أم أن هناك حوادث أخرى أيضا في بقية بغداد على الأقل؟ الحادثة فقط حصلت، هذه الحالة هي أول مرة تحصل في منطقة المنصور. منطقة المنصور منطقة مؤمنة، هناك قوات أمنية تسيطر على منطقة المنصور وتفرض الأمن بشكل جدا مستقر، ولكن هذه الحالة الأولى في منطقة المنصور. لكن نحن سجلنا عدد من الحالات بحق شابات في مناطق في جانب الرصافة من بغداد، شارع فلسطين، الغدير وزيونة، وهذه المجموعات تنشط في هذه المناطق، وقد تعرضت الكثير من الشابات إلى الملاحقة وإلى حلاقة الرأس وإلى الضرب المبرح والتهديد بالتصفية. وجميع الشابات التي تعرضت إلى نفس ما تعرض له نور DM هن شابات يعملن في كوفي شوبات وفي أماكن يقدمن يعني القهوة والشاي في هذه الكوفي شوبات. ميناس سهيل مراسل الشرقية نيوز، شكرا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز.